بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي المتابعين، يا رب يكونوا بألف خير وبصحة وسعادة. معانا النهاردة بقى حتة لحمة كده ستيك، هنشويها، بس هنشويها على البوتاجاز كده، مش هنشويها على الفحم ولا حاجة، وبطريقة سهلة وبسيطة وبتتبيلة حلوة قوي. هنا بقى دي شرايح لحمة انت بتقولي للجزار عايزاها ستيك او انتركوت، ما بتاخدش سوا كتير. هتبلها ازاي بقى؟ معايا هنا ربع معلقة من الفلفل الاسود وملح وسبع بهارات وتوم باودر وحبة كزبرة وبابريكا وبشرة جوز الطيب وحبة قرفة طبعا لو عندك، ونص ليمونة. وكان عندي هنا بصلاية كنت عصراها، يعني خدت المية بتاعتها بس، وطماطمية مبشورة. هبدأ أنزل بقى بالطماطم المبشورة كده على مية البصل، وأنزل عليهم بقى نص الليمونة، وبعد كده أنزل بالتوابل بتاعتي، الربع معلقة ملح وفلفل أسود وكزبرة وتوم بودر وجوزة الطيب وحبة من القرفة صغيرين. تمام. هننزل بقى ونقلب كل التوابل دي كده مع بعضها مع الطماطم ومية البصل، وبعد كده انزل بقى بالستيك بتاعي. التتبيلة دي بقى يا ريت لو تقعديها قبلها بيوم، علشان انسجة اللحم كده تبقى شاربة من التتبيلة كويس، او لو مستعجلة قوي 3 ساعات مثلا او حاجة، او من الصبح اول ما تصحي كده تتبليها وتسيبيها مثلا لحد ما تيجي تعمليها. هتبل بقى اللحمه بتاعتي كده، وبعد كده بقى اسيبها في التلاجة كده. انا كنت عاملاها في يعني قبلها ب4 ساعات كده، وبعد كده بقى اسيبها في التلاجة لحد كده ما تتشرب حلو قوي من التتبيله. وطريقه التسويه بتاعتي بقى انا هسويها على البوتاجاز، انا مش هشوي ولا في فرن ولا في شويه، بس هتاكلي حته لحمه زي السكر طريه وطعمها حلو قوي. هجيب بقى صينية معايا فيها معلقة زيت على نص معلقة سمنة. واهم حاجة طبعا في طريقة التسوية بتاعتي ان انا اعلي النار، ما وطيش النار. ليه؟ لان انا مش عايزة اللحمة بتاعتي تنزل ميتها قبل ما تبقى عايزاها تاخد لون، عايزاها تتحمر. فهبدأ كده انزل بكمية اللحمة بتاعتي كلها في الصينية زي ما انتوا شايفين كده، وعلي النار، وما اقلبهاش بقى، اسيبها لحد ما احس ان الطبقة اللي من تحت كده نشفت، وابدأ بقى ان انا اقلبها. واهم حاجه في طريقه التسويه ديت ان انا بعد ما اقلبها واحس ان خلاص كلها يعني بدات خلاص تخش في السوا، ابدا ان انا اغطيها علشان برضو تكمل تسويتها من نفس منها فيها من البخار بتاعها. تمام. بعد ما بتستوي كده زي ما انتوا شايفين وخدت لون كده واتحمرت تحميره حلوه، ببدا طبعا اشيلها انقلها في طبق، لان هعمل لها بقى حبه خضار كده حلوين يتاكلوا معاها. هبدأ بقى اشيل كده اللحمة بتاعتي، وكنت مقطعة بقى فلفل على قوطة كده، على طماطم على فلفل على بصل. ابدا برضو اشوحه في نفس في نفس الصينيه اللي انا كنت عامله فيها اللحمه، ولا احط اي ماده دهنيه خالص، بنفس كل حاجه. وبعد كده بقى اجيب شرايح اللحمه وانزل بيها على الخضار دوت لحد كده ما يدبل وياخد بقى من ريحه اللحمه، واغطيها بقى لمده كده ربع ساعه او تلت ساعه مع حبه ميه صغيرين، واغطيها. وهتشوفي احلى طبق لحمه. ده بصوا مش لحمه، ده كباب بالظبط والله زي بتاع بره. ويا سلام بقى لو عندك فحمية، تولعي كده فحمية بقى في الطبق وتغطيه شوية، وتاكلي أحلى طبق لحمة. بصوا تحفة يا جماعة. وإلا بقى الخضار بتاعها ده كان جميل. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، ما تنسونيش بالشير واللايك والاشتراك. مع السلامة، باي باي.